قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك الليله غير، لان دي تاني قنابل الموسم يا كبير. لا بجد صديقي الفيلم مثير، حاله من الدراما والاثاره والاكشن والتشويق التي لن تراها الا عند مختار كتل البسيط. كل اللي عليك في البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالاحداث الخرافيه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدأ الفيلم بمين؟ نجم العريق، حبيب قلبي وقلب الملايين، أسطورة الهنديين راني، ولكن ما بيكونش في أحسن أحواله، لأن العربية دي بتكون مقلوبة بيه، بتفضل تتدحرج وهوب بتنزل على سكة القطر. راني بيكون بين الحياة والموت، هو بيستسلم اما بيلاقي القطر جاي عليه، بيضحك ولكن القطر ما بيخشش فيه. أولاد الحلال بياخدوها على المستشفى والدكاترة بيحاولوا يلحقوه، أخوه بره بيكون هيتجنن عليه. وبعد وقت طويل الدكتور أخيرا بيخلص، بيخرج بيقول له خير يا دكتور، بيقول له الحمد لله لحقناه بس جات له جلطة في دماغه، مش عارفين عملت له ايه بالظبط، لما يفوق كله هيبان. ما بتعديش ايام كتير وفي يوم الممرضه دي بتحميه وهو بيمسك ايديها، هو بيقول لها اليشا، بتطبطب عليه، هو بتقول له الحمد لله على السلامه يا بطل. بيرجع على بيته ما بيكونش في حياته غير الشرب والفرجه على فيديوهات اليشا وهو سرحان فيها. الجنازه دي بتعدي بتفصله، بيغضب فبينزل يشيل كابلات كهرباء الدي جي، بيولع الجوب العنيف، بيقول لهم الف مبروك يا رجاله. واحد منهم بيقول له الف مبروك، احنا في جنازه يا استاذ مش في فرح. بيقول له افرح هلا، كان راجل كبير والظاهر ان معاه فلوس كتير وهتورثه، جايين له بتخبطه في دماغي وبتدوشه. بينزل تحت وواحد منهم بيزقه فبيرجع لورا وبكابل الكهرباء بيدوشه، بيحطه في التاني بيروشه. بيبص على اخوه جيتو اللي بيكون قاعد بيتفرج عليه من فوق ولا كانه بيتخانق يا صديقي. وهوب اولاد الهرمه بيضربوه بعصايه النار دي، غلبانين ده طالع من حادث قطر يا مجانين. ابلع على بيكسر عظمهم. وتاني يوم جيتو بياخدوا لدكتور مخ واعصاب، روني بيفضل يلعب بالكوره ولا معبر حد. جيتو بيقول له شايف يا دكتور ده وضعه من ساعه ما خرج من المستشفى، لا بيكلم حد ولا حتى راضي يكلمني انا، حتى الاستحمام بطل يستحمى، ما فيش غير يشرب وقاعد زيه زي اي كرسي في البيت. الدكتور بيقول له ليه كده يا راني؟ بيقول له لانهم ماتوا. بيقول له مين؟ بيقول له اللي عندهم دم. بيقول له ليه اخوك عمل لك ايه؟ بيقول له شايفني امبارح بالليل بخانق في الشارع وفضل يتفرج عليا من فوق، دي لو بنت كانت هتنزل تصوت في الشارع. جيتو بيقول له بقى انا يا راني بتشبهني بالبنت؟ انا صورت كل اللي حصل يا دكتور. شوف الدكتور بيشوف الفيديو هو بيلف التليفون لراني، راني بمجرد ما بيشوفه بيكون في منتهى الصدمه، لانه ما كانش بيتخانق مع بشر يا صديقي، كان بيتخانق مع الهوا، ما بيكونش مصدق. والدكتور بيقول له بص يا روني بعد الحادثه حصل لك جلطه في المخ، ودي السبب في الهلوسه اللي انت فيها دلوقتي، تشوف ناس مش موجودين اصلا، تتعامل مع ناس مالهاش وجود، بس ما تقلقش هتتعالج من الهلوسه دي. بيقول له هلوسه مين يا دكتور؟ امال الضربه اللي خدتها بالنار دي كانت برضه هلوسه؟ بينصدم لما ما بيلاقيش اي اثر لضربه. اخوه بياخده بالحضن، هو بيقول له اهدى اخويا اهدى واسمع كلام الدكتور هتبقى كويس. بيقول له انا مش سامع كلام حد، انا مبسوط بهلوستي، هو بيسيبه يمشي. وهو ماشي بيخبط في الشخص ده، بيمس عليه بالزماره اللي في ايديه وبيسيبه يمشي. اخوه بيفضل مع الدكتور، بيقول له زي ما انت شايف يا ابني الاشعه كلها سليمه. بيقول له لا يا دكتور روني بعد الحادثه اتغير، وطول ما هو نايم حتى وهو صاحي مفيش في بقه غير بنت اسمها اليشا. اليشا ما تسيبنيش، اليشا انا بحبك. بيقول له ما هو ممكن تكون اليشا دي حبيبته. بيقول له لا لو حبيبته انا كنت هعرفها يا دكتور، روني مش اخويا وبس، روني اخويا وصاحبي وابويا وامي، ما بنخبيش اي حاجه عن بعض. بيقول له ممكن يكون خبى عنك دي او كان مستني مثلا يقول لك في وقت معين. بيقول له فكرت في كده وفضلت ادور وسالت عليها كل زمايله، سالت عنها كل اللي نعرفها، واتاكدت بقى ان اليشا دي مش موجوده الا في خياله هو وبس. ورنا صديقي اليشا ما بتروحش من على باله، بياخد ورد هو بيروح يحطه على ابراها، بيفضل يفكر فيها، هو بيكون في حاله لا يحسد عليها. على بالليل بيرجع على البيت بيلاقي غطي مونتاج البلبوصه دي، بتقول له ازيك يا راني ولا بيعبرها. بتقول له جيتو بعتني ليك علشان افوقك. بيقول لها ما هو عارف ان انا ماليش في السكه دي. بتقول له هيبقى لك انا معاك ساعتين هعمل لك كل اللي انت عايزه. بيقول لها اي حاجه؟ بتقول له اي حاجه كل حاجه. امال هي بالحاجات يا بيدخلها المطبخ تشطبه. بتقول له لا انا شغلانتي اسهل من العك ده كله. بيقول لها مش انت اللي فتحت صدرك وقلت لي هعمل اي حاجه؟ في اطباق عندك من سنه 93 ما اتغسلتش، ايش شويه. بتخلص والاتنين بيطلعوا يشربوا بره. بيقول لها وانت اسمك ايه بقى؟ بتقول له اوليفيا. بيقول لها ده اسم الشغل الحقيقي بقى. بتقول له تشتا. بيقول لها معنى اسمك الحقيقي الشرف. بتقول له ما هو علشان كده انا غيرته يا اخويا، مش هيمشي مع شغلانتي خالص. قول لي بقى مين اللي بسببها رفضت قمر زيي ولا تكون خفت لا تكبس علينا؟ بيقول لها هو ده اللي مستحيل يحصل. بتقول له اشمعنى؟ بيقول لها لانها ميته. بتقول له طب ممكن تحكي لي عنها؟ بياخدها على كل مكان عاش فيه اجمل لحظات حياته مع اليشا، ومع مرور الايام اوليفيا بتبدا تتغير واحده واحده، هو بتبدا تتشد له يا صديقي، ولكن روني كل اللي في باله انسانه واحده
واحده بس رغم انها ميته ولكن واخده كل تفكيره. وفي يوم بيرجع على البيت بيبص لصوره معينه من صوره ليه هو وحد جنبه، بيحط ايديه على الشخص التاني هو بيشيل ايديه وبيكون في منتهى الصدمه. اما بيلاقي اللي جنبه اخوها صديقي، لان اللي المفروض كان في خياله ان اللي جنبه دي في الصوره هي إليشا. بيتجنن هو بيقول جيتو انت فين يالا؟ بيروح جري على تليفونه هو بيفضل يقلب في كل الصور والفيديوهات اللي معاه، ما بيلاقيش اي اثر لفيديوهات وصور إليشا اللي كان بيشوفها. الدنيا بتلف بيه وبيتصل بجيتو وما بيردش عليه. بيفتح موقعه وهو بيروح له جري على مكانه. بيوصل هناك هو بيخش فيه شمال. الست حمديه بتقول له حرام عليك اخوه. بيقول له ليه مسحت صور وفيديوهات إليشا من تليفوني يالا؟ بيقول له والا هخلص عليه. بيقول له اخوه حريش يمين وربنا انا ما فاهم حاجه. الست دي بتقول له سيب اخوك يا مجنون، ايه اللي حصل لك يا روني من بعد الحادثه؟ إليشا مين اللي مجنناك دي؟ مفيش واحده اسمها إليشا انت تعرفها. بيقول لها وانت مالك يا بنت الهرمه؟ بيجي بالحجر ده وبيكون خلاص عينيها، ولكن جيتو بيقول له اهدى علشان خاطر اخويا سيبها وانا هاجي معاه. بياخده على البيت وبيرميها على الكنبه دي بيقلبها بيه. بيقول له انجزاله ايه اللي خلاك تمسح صورها وفيديوهاتها من على تليفوني؟ بيقول له فيديوهات مين وربنا ما شفت تليفونك ولا مسكته. بيخبط التليفون على الارض هو بيقول له الصوره دي مين اللي شالها من جنبي وحطك انت؟ بيقول له اخويا الصوره دي انا وانت مصورينها من زمان. بيقول له كذاب انت ليه عايز تخفيها يا كذاب؟ بيقول له اخويا انا هكدب عليك ليه؟ يا روني احنا ملناش غير بعض مستحيل اذيك اخويا اهدى بس علشان خاطري. الدكتور اكد لي اللي انت فيه ده كله هلوسه. بيقول له ما تقولش على إليشا هلوسه، إليشا مش هلوسه. بيقول له حرام عليك اخويا ايه اللي جرالك؟ وحياتي عندك انا ما عايز اخسرها علشان خاطر اخويا اهدى ورحمه ابويا لا تهدى. بياخدوه بالحضن والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. بيسمعوا صوت سيرين الشرطه. روني بيخرج الست حمديه بتقول له اه يا باشا هو ده اللي كان عايز يضربني وضرب اخوه جيتو. جيتو بيقول لها وانت مين قال لك تجيب الشرطه؟ بتقول له امال هسيبه يقتلك؟ بيقول لها غوري من هنا والنبي يا روني اهدى اخويا خلاص سيبهم يمشوا. وواحد من الشرطيين بيقرب عليه ولكن بواحده على الارض بيكفيه. الباقيين بيتكتروا عليه. تفتكر يا صديقي انه هيفرق مع معاليه؟ لا والله بيكسر عظم الكل وبيخش على صاحبنا ده بواحده في وشه وهوب الكل بيكون في منتهى الصدمه لان اللي في وشه ده بيكون المأمور يا صديقي. بيقول له وقفت ليه؟ اضرب اهو يا دماغي. بتضرب مأمور القسم؟ صوابعك علمت على دماغي. بياخده على القسم وجيتو بيقول له يا باشا علشان خاطر اسمعني انا اخويا تعبان. بيقول له على نفسه بقى حته بنت تعمل فيه كل ده؟ مين البنت دي يالا؟ بيقول له دي مش بنت يا باشا دي واحده خياله رسمها له. روني بيغضب وبكل سهوله بيقطع الكلبش. بيقول له إليشا موجوده ولو مش موجوده زي ما بتقولوا في خيالي بس ما كانش هيبقى لها جثه وقبر مدفونه فيه. الظابط بيقول له انت متاكد؟ طيب تعالى ورينا قبرها. وفعلا بياخدوه وبيفضلوا ماشيين في المقابر لحد ما فعلا بيوصلوا للمقبره دي، المقبره اللي دايما روني بيقعد قدامها. بيقول له هو ده قبر حبيبتي إليشا يا باشا. بيروح يبص على اسمه وصوره صاحبه القبر. بيقول له واو جامده قوي يالا ايه الحلاوه دي، تعالى شوف حبيبتك إليشا. روني بمجرد ما بيبص بيكون في منتهى الصدمه لان لا دي صوره إليشا ولا ده اسمها صديقي. بيقول له مستحيل يا باشا. بيقول له صح مستحيل. طب ما تفكر كده ممكن يكون كان اسمها مارجريتا. بيقول له مستحيل بص حتى انا كاتب اسمها اهو على القبر والورد ده انا اللي حاطه امبارح. بيقول له امال مين غير اسمها يعني؟ هيكون العفريت؟ بيقول له هو مفيش غيره جيتو. بيقول له ربنا انا ما شفت حاجه. الظابط بيقول لهم اهدوا خالص حصل خير كل واحد يشوف حاله بقى. روني بيقول له اقسم لك انا ما بكدب يا فندم ازاي يعني اكون بهلوس؟ بيقول له خلاص اثبت لي يا ابني اثبت لي ان في حاجه اسمها إليشا. بيقول له الست نجلاء اهي تعالى يا ست الناس اعرفيهم ان انا كنت كل يوم باجي عند القبر ده. بتقول له فعلا يا فندم بقى له 3 شهور بيجي هنا يا بخت امه بيه كل يوم كان بيجي هنا يزورها. روني بيكون في منتهى الصدمه هو بيقول لها وانت كمان بتكدبي معاهم؟ بيمسك فيها ولكن بيبعدوها عنها. بيقول لهم ليه بتخبوا عني إليشا دي كانت حته مني هي فين؟ هو بيفضل يجري لقدام. جيتو بيقول له صدقت يا باشا اخويا مريض بهلوسه واحده اسمها إليشا واحده ملهاش وجود اصلا. بيقول له سيبه لما نشوف اخره. روني بيفضل يجري وبيبدا يفتكر ازاي يتعرف على إليشا دي وبدايه معرفته بيها. بيرجع بالذاكره اما كان في عز مجده واقف بعقله ظابط بحريه الكل بيحلف بقدره. بياخدها جري ورا المجرم ده في المهرجان وإليشا بتكون بترقص بمناسبه الايفون اللي لسه جايبها جديد. وهوب روني بياخده منها وبيخبط بيه المجرم بيجيبه على الارض هو بيحطه تحت رجليه. إليشا بتبص على تليفونها بتلاقيه متدغدغ. بتقول له نهار اسود ده انا لسه ما دفعتش اول قسط فيه ليه كده الله يسامحك؟ بيقول لها علشان ننضف البلد من المجرمين انت ساعدتيني بتليفونك ده. بتقول له كنت ضربتني انا على المجرم بدل التليفون ده حته من قلبي ما اقدرش استغنى عنه ولا ثانيه ازاي هعيش من غيره اصلا؟ بيقول لها ضربت بيه مجرم كان ممكن يأذيك انت انا مش عارف ايه الجيل البايظ ده مفيش غير باصين في التليفون حسوا بالمسؤوليه بقى احنا ليل نهار صاحيين علشان نحميكم وانتوا ولا حاسين بينا. بيرفع المجرم وبيسلمه للشرطه. بيقول لها اسمعي يا شاطره احنا عمرنا ما نفكر نأذي اي حد من الشعب احنا دايما
دايما بنحميكم وموجودين اصلا علشانكم، خدي خلي تليفوني معاكي وانا هاخد تليفونك اصلحه. بتقول له طيب ازاي هنتقابل تاني بعد ما تصلحه؟ بيقول لها احنا بنجيب المجرمين اللي بيستخبوا في اماكن ما تخطرش على بال بشر، ما بالك بقى بالناس الحلوه اللي زيك. هو بيسيبها ويمشي. البنت بترجع على البيت واختها كاترين بتقول لها جرى ايه يا بنت انت؟ النهارده اتصلت بيكي كتير قوي تليفونك كان مقفول. بتقول لها في واحد كسرهولي. بتقول لها واحد كسرهولك ولا ابن حرام سرقه منك؟ بتقول لها ابن حرام مين؟ انت لو كنت شفتيه كنت هتدوبي فيه من اول نظره، كلكم وعضلاته وشجاعته في كوم، الواد ظابط في القوات البحريه. بتقول لها اسمعي كلام اختك، الحب والرجاله عامه ما بيجيش من وراهم غير وجع القلب. بتقول لها بس يا اختي ما تفتحيليش الكتاب اللي انت بتفتحيه له كل ما اقول لك في شاب عجبني، ما تطلعيش عقدك عليا بقى، انا لا حبيته ولا حباني، ما حصلش بينا حاجه اصلا غير حوار التليفون، هاخد تليفوني منه وكل واحد فينا هيروح لحاله. وبتسيبها وتمشي. في الوقت ده المجرم اللي روني خبطه بالتليفون بيجيب له زعيمه، هو بيقول له تعالى يا ريس. بيقول له هو فين اللي امه وابوه داعين عليه ده؟ بيقول له هو ده. بيروح له هو بيقول له يا عم الروش انت مش شايفني دخلت؟ بيقول له معلش تعالى نتكلم بره. بيقول له اشمعنى؟ انا هتكلم هنا، انت ازاي تسجن واحد من رجالتي؟ بيقول له طيب معلش تعالى نتكلم بره لاني بحب اقعد في المكان هنا، مش عايز اكسره على دماغك. بيقول له يا سلام ايه الثقه دي، تعالى يا حبيبي. بيخرجوا بره وفعلا روني بيخرج وراه. الزعيم بيقول لرجالته واقفين تبصوا على ايه؟ خشوا عليه. بروسلي بيخش عليه ولكن بيصد له ايديه. بيقول له عيب يا حبيبي بس يا بابا. التاني بيجي عليه ولكن هي واحده بيوقف له رجليه، بيفضل يلعب بيهم واحد ورا التاني لحد ما بيكسر عظم الكل. الباقي منهم بيهرب وزعيمهم بيقول له مبدئيا كده انا مش عارف ايه اللي عملته في نفسي ده، انت مين يا باشا؟ انا ما كنتش اعرفك بس اديني عارف وعقابا ليا انا عايز اتضرب. بيقول له تصدق انك محترم؟ بيقول له لا يا باشا انا لازم اتادب، بس انا محترم. هتكسر لي ايه؟ ايديا ومحتاجهم، عينيا ومحتاجهم، وداني ومحتاجهم، اكسر لي مناخيري يا باشا وهبقى اتنفس من بقي. وفعلا بيديله واحده بيرقدوا مكانه وبياخده هو ورجالته في التوك توك ده على المستشفى. بيطمن عليهم وهو بيلاقي ليشا قدامه بتتكلم في التليفون. بيقول حتى وهي جايه المستشفى معاها حد تعبان ماسكه التليفون جيل بايظ وبيكون خلاص ماشي ولكن جسمها بيظهر بالكامل. هو بيشوفها لابسه بلطو الدكاتره صديقي، نظرته ليها بتتغير. هو بيفضل ماشي وراها بيشوفها وهي بتعالج الاطفال وبتلعبهم علشان ما يحسوش باي حاجه. هيليشا بتخلص وبتخرج التليفون تتكلم. زعيم العصابه اللي روني كسر مناخيره بيقول لها ما تلحقينا يا دكتوره، شوفي شغلك بدل الكلام في التليفون. بتقول له انت شايفني بلعب؟ في مرضى من غيرك بتابع معاهم بالتليفون، من غير التليفون ده مش هعرف اوصل لهم ولا هم هيعرفوا يوصلوني علشان اساعدهم، علشان كده انا بعتبر التليفون ده حته من قلبي. روني بيندم على كل الكلام اللي قاله لها وهي كمان بتشوفه. بيقرب منها بتقول له ايه اللي معورك في رقبتك؟ بيقول لها هو انا اتعورت امتى؟ بتقول له ما علينا تعالى طهر لك الجرح. بيروح وراها وفعلا بتبدا تعالجه. بتقول له خلي بالك من نفسك انت هتفضل معانا في المستشفى محجوز. بيقول لها وماله انا نفسي اتحجز الباقي من حياتي، قصدي يعني لو ده في مصلحتي. وفعلا بيفضل مستنيه وعلى بالليل بيقول للتمرجي فين الدكتوره؟ بيقول له ليه ما انت زي الحصان اهو. بيقول له طب اهو. الدكتوره بتيجي جري وبتقول له انت اتجننت؟ ايه اللي عملته ده؟ بيقول لها انت لسه شفت عمايل؟ انا مستعد اطلع القمر علشان اوصل للي انا عايزه. بتقول له توصل لدرجه انك تاذي نفسك؟ بيقول لها علشان قلب طاهر زي قلبك مستعد اموت. البت بتدوب وبتسيبه وتمشي. تاني يوم بيتصل بيها بيقول لها مش هتقابليني؟ بتقول له صلحت التليفون؟ بيقول لها اكيد. وفعلا تاني يوم بيروح على الكافيه ده وبيركن المكنه. بيشوف الشباب دول بيحتفلوا بمكسبهم لاقوى فريق في المنطقه. روني بيسيبهم وبيخش القليشه. بتقول له اخبارك ايه دلوقتي؟ بيقول لها انا خفيت اول ما حطيت ايديكي على رقبتي. وهوب الثلاث عربيات دول بيحضروا في المكان. بيكون الفريق اللي خسر يا صديقي. بينزلوا على الفريق اللي كسب باسلحتهم وبيوقعوا 2 لعيبه منهم. روني بيخرج بره يفضوا الحوار واللي بيجي في وشه من الفريق اللي خسر بيعملوا انبار. اركني يا انهيار، اللي بعده مش هيطلع عليه نهار. وهوب ابن الهرمه ده بيرفع عليه سلاح. من عينيه بيعرف انه مخدر فما بيتحركش من مكانه. هيليشا بتقرب بيقول لها انت بتعملي ايه؟ الواد ده مصرصر. بتاخد السلاح من على دماغه وبتحطه على دماغها صديقي. الواد بيكون خلاص هيضغط على الزناد. تفتكر انه هيحصل يا صديقي؟ لا والله. بسرعه العبد لله بيلف في ايديه وهي واحده في الثانيه بيغميه. اللي بعديه بيحصل اللي قبليه. ما بيشوفش حد حواليه واللي بيقرب منه بيشويه. مش شايفها يا بيه. بيكسر عظم القلب وبيروح جري على إليشا. بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له اكيد. والاثنين بيكونوا في منتهى الحزن. بياخدوا بعض بالحضن ومن بعدها صديق كانك ما تشوف الا المحن. وفي يوم وهم بيصلوا بيقول لها هو انت ليه خدت المسدس من على دماغي وحطيتيه على دماغي؟ بتقول له لاني كنت متاكده انك هتنقذني. بتاخده على بيتها وبتعرفه على اختها كاترين. بترسم له الصوره دي. بيقول لها ايه الهبل ده؟ وبيطبق الصوره وبيرميها لورا. بتيجي ورا الصوره الكبيره دي. بتقول له طيب ايه رايك في دي؟ بيقول لها هو ده الكلام. وهاب الظابط بيخبط على كتافه. بيفوقه من كل اللي بيفتكره. وبيقول له ايه يا عمو سمعنا القصه كلها، فين بقى إليشا دلوقتي؟ بيقول له ماتت. بيقول له قتلتها؟ بيقول له لا حادثه. بيقول له حادثه يعني عربيه، يعني جت عربيه اسعاف خدتكم انتوا الاثنين، يلا بينا على الاسعاف. بيروحوا للمسعف. بيقول له فاكر الراجل ده عمل حادثه وانت جيت خدته كان معاه حد ولا لوحده؟ الراجل بيفتكر. هو بيقول له لا كان لوحده. روني بينصدم والظابط بيبعت رجالته على بيت إليشا اللي روني قال له راح لها كتير فيه، ولكن الصدمه اما بيلاقوه مهجور او النار ولعت فيه.
في الوقت ده المأمور بياخده وبيقول له تعالى بقى علشان ابقى عملت كل اللي عليا معاك. انت قبل ما تعمل الحادثه عديت على الكارته دي صح؟ خلينا بقى نراجع الكاميرات ونشوف. وفعلا بيراجعوا الكاميرات، بيفضلوا مستنيين روني يعدي. وهوب روني بيقول له هي دي العربيه. بيوقف الفيديو وبيقول له قرب يا ابني. بيقرب والصدمه انه برضه بكل واحده صديقي. بيفضل مصدوم والمأمور بياخده بره. بيقول له ها في حاجه تانية؟ بيقول له اقسم لك انا ما بخرب، انا متاكد ان في إليشا. بيقول له في النيشه، انت وراك حوار كبير قوي يالا. وهوب روني بيشوف كاترين معديه من جنبها، بياخدها جري وراها لحد ما بتوصل المعبد. بيقول لها كاترين، بتقول له انت مين وايه اللي الادب دي؟ بيقول لها انا روني حبيبي إليشا. بتقول له إليشة مين ومين روني؟ انت مين يا ابني؟ جيتو بيحضر. هو بيقول له ابعد يا عم. بيقول له بتكذب عليا، دي كاترين. بتقول له كاترين مين؟ انا بيريا. الكاهن بيقول له في ايه يا ابني؟ بيريا دي زي بنتي. بيقول له انت راجل كذاب. المأمور بيقول لهم لحظه بس، انت تعرفها يا عم الكاهن؟ بيقول له اكيد يا ابني، دايما بتيجي تعمل طقوس هنا لباباها كان صاحبي. بيقول له شفت يا روني الكاهن مش هيكذب يعني. بيقول له كذابين كلهم كذابين. بيقول له يا ابني انت بتقول ان إليشا واختها كانوا مسيحيين، ايه اللي هيجيب اختها عند معبد هندوس؟ بيقول له بقول لك كذابين. بياخدوا على السجن وجيتو بيقول له اسمعني يا باشا. بيقول له ربنا ما هحله ولا هيخرج من هنا. وهوب اولوفيا بتجيب محامي وبتحضر في المكان، بتخرجه من السجن وبتاخده على البيت تعمل له كمادات. بيقول لها ليه اتاخرتي عليا؟ بتنام في حضنه وبتقرب منه. بيقول لها انا بحبك قوي. بتقرب اكتر وبكون خلاص هتعملها، ولكن بيقول لها ما تبعديش تاني يا إليشا. بتنصدم وبتخش الحمام وبتكون في حاله لا تحسد عليها. روني بيفوق وهو بيقول لها ليه خرجتني من السجن؟ انا كنت قاعد مريح دماغي هناك. بتقول له خمور ومخدرات ما فيش منها تاني. بتطبق الورقه وبترميها على جنب. روني بيركز مع الورقه لان رميه الورقه دي بتفكره بحاجه عملها قبل كده صديقي. بياخدها طيران على بيت إليشا وبيفتكر اما طبق الصوره اللي كانت رسمها إليشا ورمتها وجت ورا الصوره الكبيره. بيوصل البيت وهو بيفتكر مكان الورقه بالظبط، وهو بيشوف نفس الاشخاص المقنعين اللي ضربهم قبل كده. والدكتور قال له انت ما كنتش بتضرب حد، انت كنت بتضرب الهوا. روني بيقول اكيد دي هلوسه. بيقرب من الصوره الكبيره ولكن واحد منهم بيضربها بطلقه خرطوشه بيفرتكها. روني بيتهبط على الارض واولاد الهرمه بينزلوا فيه تخبط بكل غباء، وهو ولا هنا كل تركيزه بيكون مع الصوره اللي خلاص اتحرقت. بيمسح شفايفه بيلاقي فيهم دم. بيقول ازاي ان كنت انا بهلوس فاكيد مش هجيب دم يعني، دي مش هلوسه. فوق يا روني. روني بيفوق وهاب بيخرج الوحش اللي جواه محروق. بينزل تخبط فيهم بغباء، ما بيسميش على حد فيهم. ابن الهرمه ده بيخبطه بطريقه خرطوش ولكن هي طلقه. ده قبل ما تطلع الطلقه الثانيه بيكون ملبسه السياخ دي في دماغه. بيقول له انتوا مين؟ بيروح على الثاني بيكسر عظمه وبيقول له يا ابني انتوا مين؟ وهاب بيتكتروا عليه واحد بيغرز له السكينه في كتفه ولا بتهزه. بيشيلها وبيرميها على ابو خرطوشه، ومن بعدها عينيك ما تشوفه الا هو واخد الكوره وعلى الجول لوحده الاناني. الضربه طالعه منه براجل ولا كانه بيتاجر. بيخلص على كتير منهم والباقي منهم بيطلع جري من المكان. بيستخبوا ولا بيسيبهم، بيفضل يدور عليهم لحد ما بيلاقيهم في الاوضه دي. بيكسر الازاز وبيخش بكل هدوء بيرعبهم. بلا رحمه بيخلص عليهم زي ما خلص على اللي قبلهم. ويكتفى صديقي لا والله. بيجيب المرزبه دي وبينزل تكسير في عظمهم، وهاب المرزبه بتلمس الجدار ده بتوقع حته منه. بعد ما بيخلص عليهم النار اللي في قلبه ما بتهداش علشان ما لقاش اي حاجه تخص إليشا، ولكن بياخد باله من الحته اللي اتكسرت من الجدار هو بيروح جري عليها. بيكسرها بيفرح قوي لان دي بتكون صوره مين؟ صورته هو إليشا صديقي. بيكون عايز يتاكد فبيقول في حد عايش؟ اتكلموا هنطق منك ليه؟ واحد منهم بيكح. بياخده بيقول له بص هنا، بص كويس وقول لي مين اللي موجود في الصوره دي. ما تخافش. يقول له انت. بيقول له مين معايا؟ بيقول له واحده بنت. بيقول له ايه اللي مكتوب تحت ده؟ بيقول له روني وإليشا. من فرحته ما بيكونش عارف يعمل ايه فبياخده في حضنه وبيفضل يبوس فيه، ولكن مره واحده بيخش في نفس الصدمه. هو بيقول بما اني انا صح، مين اللي خطط لكل ده؟ مين اللي عايز يخفيها من حياتي؟ وازاي قدر يخفيها اصلا؟ ازاي قدر يكذبني قدام الكل؟ ازاي اصلا اقنع الكل يكذبني؟ بيكون مين؟ هو تشاكا ابن الهرمه صديقي. وما أدراك من تشاكا، شيطان جحيم ماشي على الأرض. بيبص على صورة إليشا وبيكون في منتهى الغضب. روني بيهدى وكل اللي بيدور في دماغه مين اللي معاه الفلوس ومعارف جبارة علشان يعمل كل ده. أنا ماليش عدو يقدر يقلب الكل عليا، ماليش عدوين أصلا. يا ترى أنت مين؟ وعملت كل ده ليه؟ السهارة. بيفتكر كل اللي كدبوه واحد ورا التاني، وآخر واحد هو اللي هيبدأ بيه هو مين؟ جيتو أخوها صديقي. بيرجع جري على البيت وبيقول له أنت فين هلا؟ وده جيتو. بيدور عليه ولكن فص ملح وداب. بيلاقي الدولاب بتاعه مفتوح، بيبص فيه بيلاقي كمية فلوس مهولة. بيرفع هدومه بيلاقي تحتهم سلاح. بيقولوا ده ليه شايل سلاح؟ بيتصل بيه ولكن بيلاقي تليفونه غير متاح. بيبعت له رسالة هو بيقول له رحمة المرة دي لو ما عرفتني الحقيقة لكون مخلص عليه، رد عليا يالا. بيفتح موقعه وهو بيروح له جري على المكان اللي هو فيه. اللوكيشن بيوصله على المكان ده وهو بيفضل ينده عليه وهو بيلاقيه متعلق من رقبته يا صديقي. بيروح جري عليه بيقول له ارجع يا راني، ما بيرجعش. وهو بيخبط في الطوبة دي بتاخده وبتنزل بيه لتحت. جيتو بيتعلق. راني بيكون في منتهى
الصدمه. جيتو بيبدا يموت قدام عينيه وخلاص روحه بتبدا تطلع. تفتكر انه ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، بيخرج له طيران وبيرفعه في اللحظات الاخيره، وهوب البلطه دي بتتضرب عليه، بيبعد عنها والتانيه بتيجي في الشجره، التالته بتكون خلاص هتيجي في جيتو، ولكن روني بيستلمها بظهره، بيخرجها وبيقطع بيها الحبل، بينزله، بيقول له اهرب يا روني اهرب، الناس دي مش سهله خالص اخويا، واللي عايزينه بيعملوه واللي عايزين يوصلوا له بيوصلوه. بيقول له مين دول؟ بيقول له اولاد الهرم هددوني وادوني سلاح وفلوس وقالوا لي ان فكرت تعرف روني ان في إليشا خلص على نفسك بالسلاح ده والا هنعذبك قبل ما نقتلها. بيقول له ليه ما عرفتنيش؟ وهوب بيسحبوه من ايديها صديقي. بيقول له اهرب يا روني. واحد منهم بيطلع عليه طاير، بياخده بالسكين على الطاير، بيجيبه على الارض ميت، بيفضل يدور على اخوه لحد ما فعلا بيلاقيه. بيقول له اهرب يا روني. بيقول له لا مش هسيبك. مين دول؟ ابن الهرمه بيقول له، بيخش عليه بالزماره بتاعته. روني بمجرد ما بيشوفه بيفتكره، ايوه هو نفس الشخص اللي خبطه في كتفه في المستشفى صديقي. بيشاور للقناص اللي معاه، بيحط الليزر على دماغ جيتو ومن غير مقدمات بيضربه بطلقه، ولكن روني بياخدها مكانه ويا دوب بيرفع دماغه. ابن الهرمه بيخرج شوكه من الناي اللي في ايديه بترشق في رقبه جيتو. جيتو بيقول له خلاص اهرب منهم، اهرب وسيب البلد يا روني، وبيتوكل على الله يموت. روني بيكون في منتهى الصدمه وبيفتكر كل ايامهم سوا. اولاد الهرمه بيركبوا عربياتهم وبياخدوا بعضهم ويمشوا. روني بياخدها جري وراهم ولكن ما بيقدرش يكمل. بابلو بيقول له مستعجل على ايه؟ هقابلك تاني بس للاسف مش هقدر ارجع لك دلوقتي لاني ما خدتش امر بقتلك. في الوقت ده المأمور بيحضر وبيشوف جثه جيتو. مساعده بيخرج تليفونه، بيفتح بيلاقي اخر رساله مبعوتها له من تليفون روني، قايل له فيها ورحمه ام المره دي لو ما عرفتنا الحقيقه هخلص عليك يا جيتو. الشرطي بيقول له ابن الهرمه قتل اخوه وهرب، عيل ما عندوش قلب، ازاي هنجيبه يا باشا؟ بيقول له هي واحده ما فيش غيرها. بيروح لاوليفيا البار اللي شغاله فيه وبيقول لها روني فين؟ بتقول له ما اعرفش. روني ما عملش حاجه، ازاي يعني هيقتل اخوه؟ بيقول لها انت عرفت منين انه قتل اخوه؟ بتقول له هو قال لي كل حاجه. بيقول لها طيب اتصلي بيه. بتتصل بيه بتقول له ارمي بطاقتك وتليفونك، الشرطه بتدور عليك يا راني. بيرميهم والظابط بيقول لها بقى كده ماشي لينا مقابله تاني، وبيسيبها ويمشي. في الوقت ده روني بيفتكر كل اللي حصل قبل ما يعملوا الحادثه، وبالتحديد لما كانت كاترين اخت اليشا نزلت هي وقابلت روني. بيقول لها ازيك يا كاترين ولا بتعبره. بياخد اليشا وبيمشي وهم في الطريق. بيقول لها مالك؟ بتقول له بصراحه كاترين كلمتني في موضوع وقالت لي مش عايزاك تقابلني، وهوب التريلا دي بتخش فيهم بالدش من العربيه بتجيبها على سكه القطر. يعني روني وقتها ما كانش لوحده يا صديقي، كانت إليشا معاه. بيقول لها إليشا اوعي تسيبيني. بتقول له انا بحبك يا روني، وبتتوكل على الله تموت يا صديقي. روني بيبص الناحيه التانيه بيلاقي القطر خلاص داخل عليهم، بيسلم لان خلاص اللي كان عايش علشانها ماتت. ما بيحسش بحاجه الا لما بيفوق في المستشفى، وبمناسبه المستشفى بيفتكر الدكتور اللي قال له انت بتهلوس يا روني. بيقول في باله ده اكيد اتهدد زي ما اخويا اتهدد، هروح له واعرف منه مين دول. وفعلا بيروح جري على هناك ولكن بيلاقيهم مخلصين عليها صديقي. بيراجع الكاميرات وهو بيشوف بابلو وهو خارج من عنده. بيروح لاهم واحده فيهم، هي مين؟ كاترين صديقي، اللي بمجرد ما بتشوفه بتنصدم. بيولع في الخشب اللي حواليها هو بيعدي في النار ليها، وانا كمختار كدبه وهصدق ما عليها. بيقول لها مين اللي قال لك تكدبي؟ بتقول له انا ما كدبتش انا ما اعرفكش. بيقول لها كدبه كمان وهرميكي في النار يا كاترين. بتقول له كان غصب عني هددوني يا راني ودي ناس قويه احنا مش قدها. بيقول لها مين دول؟ بتقول له بابلو اخوه تشاكا. وفعلا صديقي راح لها البيت وفجر لها العربيه. بيقول لها المره الجايه انت واطفالك كلهم هتكونوا في النار دي، اعملي اللي هقول لك عليه وباي طريقه تخلي روني ينسى إليشا. راحت لإليشا وقتها وقالت لها انا مش عايزاكي تقابلي روني ده تاني وتنسيه خالص. بتقول له ده اللي حصل يا روني بس هي ما سمعتش كلامي وهم خلصوا عليها وخفت اعرفك يشوفوني لانهم مراقبيني على طول. وهوب باولو بيحضر هو بيشغل الناي بتاعه. روني بيعرفهم الصوت وهوب ابن الهرمه بيخرج لها الشوكه ولكن الوحش اتعلم وبيمسكها قبل ما تلمسها. اولاد الهرمه بيكلبشوها بالحبال وبيجرجروها. تفتكر يا صديقي انهم هيقتلوها؟ لا والله، روني بيلف لفه التنين وبيمسك السيخ ده وبيقطع بيه الحبل. بيتدحرج بيجي في الخشب المولع وباولو بيفرح فيه. غلبان ما يعرفش ان اللي قدامه مخه تعبان. بيقوم من وسط النار وهي دب على الارض بيرفع الخشبه دي. حموده بيخش عليه ولكن هي لفه واحده بتنهيه. داري يا منتج المجزره دي. تاني واحد بيخش عليه وهي لفه جاته وهو بيعدي في بطنه الخشبه دي. التالت بيخش عليه بخشبه مولعه نار بياخدها منه وبيلبسها في وشه. بيحوله للرجل الناري بتاع بنتنا صديقي. اولاد الهرمه بيتلموا على كاترين غلبانين ما يعرفوش ان اللي حاميها وحش مهين. بيخلص عليهم بكل حرفيه. هو بيروح جري على باولو ولكن ابن الهرمه ما بيكونش سهل خالص. بيبعد عن كل ضرباته وتقدر تقول يا صديقي بيستهزأ بيه. هي رجل واحده على الارض بيرميه. روني بيركز على تليفونه وبيجيبه من جيبه. ابن الهرمه برضه بيجيبه على الارض وبيسيبه وبيمشي من المكان. روني بيروح جري على تليفونه وهو بيقلب بيلاقي فيه مكالمات بينه وبين مين؟ بين اوليفيا صديقي. ايوه طلعت واحده منهم. بيروح لها على المكان اللي بتشتغل فيه. بتقول له روني انت جيت امتى؟ بيقول لها من ساعه ما عرفت انك شغاله مع باولو. بتنصدم هو بتقرب منه. بيقول لها ما تبرريش ده تليفون باولو بينك وبينه فيه مكالمات.
معاه. بتقول له اسمعني انت مش فاهم حاجه. بيقول لها وفهم، كنت حمار وفهم، كنت حمار لما ارتحت لواحده خاينه زيك. بتقول له انا فعلا خان، بس خنت ثقه باولو فيا لاني حبيتك يا راني. بيقول لها ولا كلمه تاني والا وربي هخلص عليكي. وهاب بتزقه لان في طلقه كانت مضروبه عليه طالعه من ابن الهرمه ده. بياخدها جري من المكان وروني بياخدها جري وراه، ولكن بيخش في المطبخ. روني بيخش وبيفضل يدور وسط الطباخين، ولكن اولاد الهرمه بيكونوا كلهم تبع باولو. باولو مين؟ ابلع يا حزين. اوليفيا بتحضر وبتخش معاها عليهم. روني بتاكد انها حبته في صفه وخانت علشانه باولو. الاتنين بيعملوا ميكس مثير. ما تقولش مختار وصديقه العنتيل بيخلصوا على كتير منهم، وابن الهرمه اللي ضربهم بالسلاح بيتصل بباولو. بيقول له اوليفيا خانتك يا ريس. بيقول له خلص عليها وعلى راني. بيقول له ازاي؟ بيقول له الامر نزل خلاص مش عايزينه تاني. ابن الهرمه بيرفع عليه سلاح وبكون خلاص هيضربه، ولكن اوليفيا بتشوفه وبتروح جري عليه وبتاخد الطلقات مكانه. بتطب على الارض وروني بيخبط ابن الهرمه ده بسكينه بتيجي في كتفه. بياخدها وبيمشي وروني بينزل لاوليفيا. بيقول لها انت مش هتسيبيني صح؟ بتقول له اسمعني يا راني. بتاخده بالحضن وبتقول له إليشا لسه عايشه وبتتوكل على الله تموت. ما بيكونش عارف يفرح ولا يزعل، ولكن بيروح طيران على قبر إليشا. بيفضل يحفر لحد ما بيبين التابوت. بيفتحوه بيلاقيه مليان حجاره يا صديقي. بيتاكد ان إليشا لسه عايشه. هو بيكون في منتهى الغضب. في الوقت ده إليشا بتكون نايمه هو متسلسله وحاطين جنبها نمر. وهوب مره واحده النور بيشتغل على الصوره دي وكمان الصوره دي وكمان الصوره دي، واخر صوره بتكون ليها هي وتشاكا. مره واحده بيظهر من وراها بتنصدم وبتقول له انت مين؟ بيقول لها دي خالص. بتقول له ما تقربش مني. وفين راني؟ بيقول لها سلام، نفس الصوت ونفس الملامح نفس العيون، ولكن ناقصك حبه قوه ضعيفه. خليني احكي لك قصه حب معاها. هي مين؟ هيك يا صديقي. بالتحديد لما كانت بترقص وصاحبنا ده بيلمسها بتبعده بيقرب عليها عافيه. بتقول له خلاص تعالى معايا انا هريحك. بتاخده معاها ورجالته بيروحوا وراها، ولكن الكذب اللي بيحصل فيهم مش شويه. بتشرح فيهم وبتقعد على واحد منيهم. بتقول له هسيبك تعيش بس عايز اعرف لمستني بانهي ايد. بيقول لها بدي. بتقطع له الايد وبتاخدها وبتروح لتشاكا بترميها له على المكتب. بيقول لها اكيد الايد دي لمستك صح؟ بتقول له ما انت عارف ممنوع اي حد يلمسني غيرك. بيقول لها بموت في شراستك. بتقول له لا يا حبيبي انا اللي هموتك لو ما اتجوزتنيش. انجز يا عم خلينا البس دبلتك بقى، عايزه قبل ما اموت اشيل اسمك. بيقول لها تموتي مين؟ ده انا اخربها بلاد بيت، انا وانت قصه حب مستحيل تتعاد، بحبك يا سعاد. وفعلا بيبدا الفرح اللي ما بيكونش فيه معازيم غير اخوه باولو. المهم القسيس بيجوزهم وتيكا بتلبسه الخاتم. وهاب بتخرج طلقه بتقتل القسيس. بتكون من مين؟ من الشخص اللي لمسها وقطعت له ايديه. بيرفعوا الاسلحه على بعض. اي نعم بيكونوا 3 على 300 ولكن بيكونوا سادين معاهم. وهاب ابن الهرمه اللي قطعت له ايديه بيخبطها بطلقه بتلف عليه وبتديله الثانيه بتقع على الارض. وتشاكا ما بيكونش مصدق بيفضل يعيط. هو بيسيبها وبيروح على الكنيسه. بيقول له انت بتعمل معايا كده ليه؟ ان ما رجعتليش حبيبتي تيكا هكون مخلص على العالم ده كله، اديني بحذرك. وبيسيبه يمشي. يا دوب بيخرج بيلاقي إليشا قدامه. بيفتكر تيكا هي نفس الشكل، فبيعرف ان ربه بعتها له. ومن ساعتها هو مركز معاها، ولكن عارف انها بتحب راني. بيبعت رجالته يقلبوهم بالعربيه وخرجها هي وخدها من جنبه. بيقول لها بس يا ستي ده كل اللي حصل، واديك رجعتي من المستشفى وبقيتي زي الفل، تتجوزيني؟ بيغمى عليها. بتفوق بتلاقي نفسها على سريره. بتنصدم. بيقول لها ده انا ما عملتش حاجه، لان مستحيل اعمل اي حاجه انت مش عايزاها، انا كل اللي عايزه منك تحبيني زي ما انا بحبك يا تيكا. بتقول له اخرس انا إليشا وهفضل إليشا. بيقول لها انت فاكره ان انا خايفه من السكينه دي؟ سكينه الحبيب زي الرز بالحليب. وبيغرزها في قلبه. اجدع الناس بتخاف من الحقن وانت سكينه اتغرزت في قلبك ولسه واقف على رجليك؟ خلينا بقى مصدقين كدب معاليه. المهم بيقول لها انا مش عايز حاجه منك غير انك تحبيني. بتقول له انا بحب راني. بيقول لها خلاص نسيكي. بتقول له مستحيل ينساني. بيقول لها اتحداكي. بتقول له كده الكلام يحلو، ان راني كان نسيني هتجوزها، ولكن انت ما تعرفش ايه اللي بيني وبين راني، هيجي وذوق عافيه هياخدني من هنا. بيضحك وراني بيكون لسه قدام شويه الزلط اللي كان فاكرهم جثه إليشا. بيقفل التابوت وهو بيروح جري على المأمور. بيقول له مش عارف هتصدقني ولا لا بس إليشا لسه عايشه. بيقول له تعالى معايا بس. الشرطي ابن الهرمه ده بيبعت رساله لباولو، وباولو بيقول لشاكا راني عارف ان إليشا لسه عايشه، وكل خططك في انك تخليه ينساها ما حصلتش. كلفنا ودفعنا لناس وقتلنا ناس وهددنا ناس علشان نخفيها من حياته، ولكن كدب الكل وكمان اتاكد انها عايشه. ازاي بقى هتكسب رهانك مع إليشا؟ راني لسه فاكرها وبيحبها، ما تقول اي حاجه. بيقول له بوم عربيه الشرطه دي بتنفجر. وهوب باولو بيخش عليهم برجالته بيفرتك الاسم وبيخش للمأمور. بيقول له ايه يا عم الدربكه دي كلها؟ مين هيلم ده كله؟ بيقول له انا هاخد راني وامشي. بيقول له الراجل ده يخصني لانه طلع مظلوم. يجيب له شنطتين فلوس. بيقول له حلال عليك المظلوم.
وفعلا بياخدوه. وابن الهرمة تشاكا بيروح لإليشا وبيقول لها عمري انا خلاص كسبت الرهان وكله بالاثبات والدليل. بيشغل الشاشه وبيوريها الصوره دي، بتنصدم وبتفضل تعيط. بيقول لها يلا بقى نتجوز. بتقول له لا الاول عايزه اشوفه. بتنزل له تحت رغم انها جايه من ظهره ولكن بيحس بيها. بتروح جري عليه وبتاخده بالحضن صديقي. ما بيكونش مصدق انها في حضنه وبتقول له انت كويس؟ الكدابين دول قالوا لي انك نسيتني خلاص بس انا قلت لهم مستحيل. وقال ايه روني وروني صوره انت وبنت تانية. انا ما صدقتش اكيد الصوره دي مش بالشكل اللي هم مصورينه. بيقول لها لا بالشكل اللي هم مصورينه. بتقول له ازاي يعني؟ بيقول لها يعني انا نسيتك وحبيت غيرك كنت فاكرك متي. بتلسعه بحته قلم محترم وبتقول له امال ليه انا ما قلتش انك مات؟ كنت متاكده انك لسه عايش. انت كلب انا عمري ما هسامحك يا راني. باولو بياخدها بتقول له سيبني انا هروح اقول لتشاكا يجهز فرحنا انا هتجوزه. وبتسيبهم وتمشي. باولو بيضحك وبيقول له عاش عليك يا راني عملت اللي قلت لك عليه والا كان زمانها ميته. احنا بقى خلينا بالنا منها طول الفتره اللي فاتت. خدناها على مستشفيتنا عند احسن دكاتره خفت وبقت زي الفل بس ما كانتش قادره تنساه زي ما انت يا حبيب ما كنتش عارف تنساها. وانت اهو انقذتها من الموت. انقذت مرات اخويا من بقى اللي هينقذك انت. اخويا كان كل يوم بيتعذب لان حبيبته بتحب واحد غيره. عذبوها رجاله قبل ما تقتلوه وفعلا بيقلعوه وبيفضلوا يكهربوا فيه. وتشاكا بيقول لي ليش جاهزه علشان فرحنا يا عمري. في الوقت ده اولاد الهرمه بيكونوا مكسرين عظم راني وابن الهرمه ده بيحط السيخ في صدره. بيفوق وبيفتكر كل اللي حصل معاها قبل ما يجي هنا وبالتحديد اما دخل للمأمور وقال له زي ما بقول لك عايشه وهقلب الدنيا عليها لحد ما هلاقيها. بيقول له بص انا مصدقك يا راني لان في شرطي عندي طلع خاين وشغال مع باولو وعلى ما اعتقد دلوقتي بعت رساله لباولو وعرفه انك جيت هنا وعرفت ان إليشا لسه عايشه وهو ده اللي حصل يا صديقي. المأمور اما خده بره قرب منه وقال له روح معاهم وخلص عليهم وانقذ حبيبتك منها وهو ده اللي جه علشانه. بيفوق هو بيمسك السيخ بسنانه بيرشقه في رقبته وبكل سهوله بيقطع السلاسل. ما بيشوفش حد قدامه وفي نفس الوقت تشاكا بيعمل نفس ميك اب تيكا لإليشا غلبان ما يعرفش ان الكداب عامل تحت قلبان ابلع تعبان. بيخلص على كل اللي في المكان هو بياخد بعضه طيران على الكنيسه لبره وهوب الرجاله دول بيطلعوا له من تحت الارض بيفضلوا يلعبوا بالحبال. مش عارف دول اقول عليهم مقاتلين الفتله ولا ايه يا صديقي. المهم بيخشوا عليه وباولو بيحضر في المكان. روني بيفوق على اللي في ايديه واللي بيمسكه بينهيه ابلع على بيكسر عظم كتير منهم. وفي نفس الوقت تشاكا وإليشا بيكونوا وصلوا الكنيسه. روني بيخلص على كل اللي حواليه ما بيكونش فاضل غير باولو. ابن الهرمه بيكون غاشم حبتين ثلاثه ما يعرفش ان اللي قدامه ده بيتغدى ديابه لا في الكذب معدي يابا ابلع على. بيفوق عليه وبيفتكر اما ابن الهرمه ده علق اخوه وقتله قدام عينيه. بيربطوا نفس الربطه وبيخلص عليه بلا رحمه بنفس الطريقه. في الوقت ده جوز تشيكا من إليشا بيكون واقف على لبسه الخاتم وهوب روني بيقول لها إليشا بتقف ولكن رجاله تشاكا بيقفوا في وشه مش واحد ولا اتنين دول جيش يا صديقي. روني بيطل في الجو وبيخش وسطهم بيتلموا عليه بيزقوهم. اللي بعديه يحصل اللي قبليه اللي بيجي ناحيته بيشفيه. وإليشا بتخاف من راني بتستخبى ورا تشاكا وهوب روني بيرمي عليها البلطه دي. تستاهل يا خاينه لانها سابته وصدقت فيه صدقت انه نسيها وراحت تتجوز غيره. ولكن تشاكا بيمسك البلطه بايديه وروني تحت ما بيشوفش حد قدامه. بالبلطه شغال بايديه شغال برجليه شغال وانا من الكدب تعبت يا خال. بيرمي الكرسي ده على تشاكا ولا بيهزه. اولاد الهرمه بيتلموا عليه وبيخبطوه بالبلطه في صدره. واحد من الرجاله بيقول لتشاكا روني خلص على اخوه. روني بيضحك هو بيقول له اي خدمه. تشاكا بيقلع الجاكيته وبيخش عليه. روني بيحاول يعمل اي حاجه معاه ما بيعرفش بيكسر عظمه وبيرميه زي السلحفاه على الارض. إليشا بتمسك السلاح ده وبتقول لتشاكا سيبهولي. بتروح ترفعه على روني وتشاكا بيقول لها لو حاسه انك مش هتقدري افتكري انه خانك مع واحده تانية انما انا هفضل طول عمري بحبك انت وبس يا تيكا. بتقول له 1000 مره قلت لك انا إليشا مش تيكا وعمري ما احب حد غير راني. واللي حصل يا صديقي اما نزلت له تحت روني غمزها وقال لها اسمعي الكلام. ايوه نسيتك. الاتنين كانوا مطبخينها سوا. بتاخد روني بالحضن وبتقول له وحشتني يا دكري هو مخلص على الجيش ده خلينا نجيب رواني كتير يملوا علينا حياتنا. روني بيقوم له وكعادة افلام وبيقطع الفلينه ورينا السكس بلف يابا ورينا. 1000 مره قلت لك يا روني هعمل فورمه اجمد من دي واجمد يشهد على كلامي. المهم يا صديقي الاتنين بيخشوا على بعض وهي بنيه كف في كف بشقوا الارض ولا الافنجر في عز شبابهم. روني بيفوق عليه وهي واحده في التانيه بيعميه ابلع على. خلاص روني راح وطلع الوحش اللي عليه. بياخدوا اتنينات في تلاتات وهي واحده قنبله بيجيبوا على الارض. ابن الهرمه بيمسك السلاح ده وبيكون خلاص هينهيه ولكن السيد المسيح بينزل يخلص عليه. تستاهل علشان ما تزعقلهوش تاني. روني بياخد حبيبته ويمشي وبيرجعوا لبعض تاني بيعيشوا في تبات ونبات ومش عارف يا صديقي بيخلفوا صبيان وبنات ولا لا.
وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي يكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، وانزل في صندوق الوصف وبص على القنوات الرسميه واحذر من الغش والتقليد، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.